لا حتى المصور ما هو بسعودي صح؟ وتأخر بعد شيء. دخلت جريدة الوطن كمتعاون حتى عن بعد اعتبار كان انه خرجنا من المبنى بعقد من MBC. كان طبعا بعد 10 أشهر تم الاستغناء عن خدمات ابو نواف. ابدا دعم لا محدود للفكره وحماس، يعني ندين له احنا في التاسع الا ربع بكثير من الفضل. ما كنا متخيلين حجم انتشار البرنامج حقيقه. طبعا دخول سبونسر يعني انك تلتزم امامه بمواعيد وعدد حلقات، ويعني السبونسر ما يدفع مقابل انه والله ها طلعتوا حلقه شاب يلا نعطيكم. لابد تلتزم معاه بكالندر معين تمشي على المواعيد اللي هو يعطيها. لكن انا عارف انه هذا الخط احمر. كذكاء نكته في النص انا مقتنع برنامجنا افضل واحد. معليش على هياط يعني، بس التوب 10 لي اكثر 10 تصريحات حكوميه مضحكه. في العالم العربي لا زالت السخريه تؤخذ بشكل شخصي جدا. يعني سعدنا هذا المساء باستضافه الاستاذ محمد بازيد. الاستاذ محمد من الاعلاميين المميزين اللي جمعوا بين الصحافه والاعلام والاعلام الجديد. يعمل ايضا في نفس الوقت في التلفزيون ويعمل في الانترنت ويقدم برنامج جماهيري. سعداء جدا بالجمهور الكثيف الذي حضر هذا المساء رغم بعض الانشغالات والاستباطات الأخرى. هذا النشاط هو أحد نشاطات نادي الإعلاميين لهذا العام 2013. سنسعد إن شاء الله بعد أسبوعين بإقامة الدورة الأولى لاستخدام الإنترنت في العلاقات العامة. ستقدم من قبل أعرق وكالات الأنباء في بريطانيا، وهي وكالة بريس أسوشيشن، لها خبرة أكثر من 150 سنة في الإعلام. حقيقة الجهود تثلج الصدر، ما رأيناه من تنظيم واستقبال وحسن معاملة ما شاء الله تبارك الله كانت أكثر من رائعة. سعدت اليوم بهالزيارة وبهالاستضافة الجميلة جدا. التواصل، التفاعل مع الزملاء المبتعثين. طبعا أشكر نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا ونادي الطلاب السعوديين في مانشستر على هالاستضافة، على التنظيم، على الأجواء الجميلة جدا حقيقة اللي عشت فيها هنا في هالملتقى. أتمنى التوفيق للجميع، وأتمنى إن شاء الله إنه يعني تتكرر الزيارة مرات مختلفة إن شاء الله. طمعت أنا شوي بس كان الجو جدا جميل والتفاعل كان رائع جدا. يعطيكم العافية.